الفنانة مها البدري في مسلسل الوشم. بنشوف الشخصية هنا رومانسية قوي، بتجري ورا الحب بشكل يعني حتى وإن كانت عارفة إن حب مستحيل. هي شخصية فصيمية يعني بتعيش جوه ذاتها جوه نفسها، ما بتحبش تعيش الواقع وما بتقدرش تعيشه لأن الواقع بالنسبة لها مؤلم. زي ما احنا شفنا هي بتحب الحد ده من عيلة تانية، هي ما بين عيلتها وما بين العيلة التانية دي اللي احنا بنقول عليها في صراع وفي طار وفي مشاكل. طبعا هي يعني برضو مش قادرة تتخلى عن الحب حتى وإن كانت بتعيش في الخيال، ودايما متخيله ان شاء الله يعني هيحصل وان احنا هنقرب من بعض وان احنا هتكون ما بيننا علاقه. الجزئيه الفصيميه دي اللي احنا اتكلمنا عنها هي جزئيه خياليه مش حقيقيه، والشخصيه الفصيميه دايما عايشه في نفسها جوه بعيده عن الواقع، والبعد عن الواقع ده بيسبب اغتراب نفسي، فهي مغتربه عن الواقع بشكل كبير جدا. فكل ما بتغوص في نفسها كل ما تبتعد عن الواقع اكتر، كل ما تغوص في نفسها كل ما تبتعد عن الواقع اكتر، وده طبعا بنعتبره اضطراب. يعني مش معنى ان الشخصيه ان هي شخصيه طيبه حالمه رومانسيه وجميله من وجهه نظرنا ان هي شخصيه مش مضطربه، لا مضطربه طبعا، لان الشخصيه الطبيعيه هي شخصيه بتعمل توازن ما بين الواقع وما بين الخيال. التوازن ده هو اللي بيحقق يعني ثبات الشخصيه وقوتها او انها تكون شخصيه ما فيهاش اضطراب. مازن، انا جاني صوتك من شويه في الحلم وفضلت مغمضه عينيا عليه عشان ما يروحش مني، ولما البت سعيده قالت لي ان انت هنا كنت هنط من السرير نط. ايوه، علشان الجرح يتفتح وترجع تخطينا عليك من تاني. انا طول ما انت جنبي ما تهمنيش جروح الدنيا كلها. بس انا برضه ليه اعتاب عندك يا نعيمه؟ انت ليه عملت كده؟ فداك